ده سقف روف فيلا في كومباوند في الشيخ زايد. السقف بلاط زي ما انتوا شايفين كده، وعليه سولار بانل بتاعت سخانات الطاقة الشمسية، وعليه خزانات مية، وفي قراميد على الأسقف. هنشوف مع بعض في الفيديو ده ازاي قدرنا نازل السقف ده بطريقة سهلة ومضمونة بنسبة 100%. مبدئيا كده قبل ما نعزل السقف حددنا أسباب تسريب المية على السقف، وللأسف في السقف ده كان في حاجات كتير جدا سبب في تسريب المية للحيطان وللأسقف. من ضمنها ان كان عندنا بلاط ميوله مش مظبوط وبيجمع مية، كسرنا البلاط اللي ميله مش مظبوط وعملناه من اول وجديد. وكان عندنا مواسير مش متقفل حواليها كويس، برضو بتسرب من حواليها مية. وكان عندنا مشاكل في القرميد اللي في الفيلا. اغلب القراميد اللي في الفيلا كان فيه مشاكل ان هو كان متكسر او كان ميوله راكبه غلط او مش راكب اصلا، او بيسرب من خلال الفاصل بين القرميد وبين الحوايط. وعالجنا كل مشاكل القراميد بالكامل. القراميد اللي كان مش موجود او كان متكسر حطينا مكانه مونة منع للنفاذية مكونة من اسمنت ورمل ومية وادي بوند وادي كريت DM2. وبعد كده عزلناه 3 وشوش من العازل المائي اللي استخدمناه في السقف ده اللي هو اكريل فليكس 200. وبعد كده بدأنا ان احنا نكنس السقف بالمكانس العادية. بعد ما بنكنس السقف بالمقشة او المكانس العادية بنلاقي ان فيه برضو لسه تراب لازق في السقف، لانه بقاله فترة كبيرة على السقف ما اتكنسش ونزل عليه مية فسيبت مكانه. في الحالة دي بنستخدم بقى الصواريخ او الفرش السلك الكوباية اللي بنركبها في الصواريخ علشان ننظف البلاط تماما. فايدة الصواريخ ان احنا بنصنفر او بننظف البلاط، فبنرجع البلاط نضيف وبنشيل اي طبقة ضعيفة محطوطة فوق البلاط، علشان لما نيجي نازل على سقف قوي ونازل على سقف نضيف، ما نازلش على تراب او على حاجة ضعيفة تتشال بعد كده او تقشر او تضعف العزل. بعد كده بنفتح فواصل البلاط بالفرش السلك علشان نسقيها بجراوة السقية قبل ما نبدأ ندهن البلاط بمادة العزل المائي. وبعد كده بنمسح السقف كويس جدا بالمية علشان اي تراب على السقف نشيله تماما بعد عملية الصنفرة اللي احنا عملناها. وبنرجع برضو نكنس السقف تاني وننضفه تاني لحد ما السقف يبقى نضيف بنسبة 100%. وبعد كده بنبدأ في سقية الفواصل بين البلاط. بنسقي البلاط باستخدام الفرطاسة او سكينة المعجون، وبنسقيه بجراوة سقاية مش بأسمنت ابيض. جراوة السقاية اللي احنا بنستخدمه على السقف ده اسمه سيتوفيل من انتاج شركة كيماويات البناء الحديث CMB. بعد كده بندهن البلاط ب3 وشوش من مادة اكريل فليكس 200. بندهن الوش الاول وده بيكون مخفف بالمية وبنسيبه لحد ما ينشف، وبعد كده ندهن الوش التاني. الوش التاني بيكون في اتجاه عكس الوش الاول وبيكون خام بدون اي تخفيف. وبعد ما الوش التاني بينشف بنبدأ ندهن الوش التالت وبيكون في نفس اتجاه الوش الاول. المتعارف عليه او الطبيعي ان العزل بيكون لونه ابيض، بس احنا ممكن نطلبه باي لون العميل عايزه.